فانا بالنسبه لي الا كانت كره هكذا نقدر نقول لكم الله ينعلبوها كره، الله ينعلبوها حاله، الله ينعلبوها تنظيم. اللي نقدر نقول بان راه بزاف الناس مصابين هنا في الجنبات ديال الملعب. كاين اغماءات، لومبيلونس باقا ما جاتش، لومبيلونس باقا ما جاتش. فنقول لكم كاين اغماءات كثيره، وما بغيتش نقول بان ربما هناك حاله ديال الوفاه او ربما الله اعلم، لان الحاله اللي عليها واحد الشابه مغيبه كلشي شاد راسو. واش ماتت الله اعلم، لان كلشي خايف. لومبيلونس باقا ما وصلاتش، الاغماءات كثيره وكثيره جدا، لا في صفوف العنصر النسوي، لا في صفوف الجماهير، لا في صفوف رجال الامن، لا في صفوف الاطفال الصغار. فحاله وقعات خطيره جدا بسبب مقابله فريق الرجاء الآلي. كاينين الاصابات كيف كتلاحظوا، كاينين الاصابات خطيره في هذه المقابله. لومبيلونس خاصها تحضر. اذا كانت هذه المقابله تسبب لنا في كارثه فبالعكس من الكره تقصى، بغات تقصى الله ينعلبوها الكره في هذا المغرب، الله ينعلبوها التنظيم. الا كان بهذا الشكل وحنا كنحلموا اننا ننظموا كاس العالم، فلا كان بهذا الشكل غير بالصحه. هذا واقع، ما غادي نجاملوا، ما غادي نزايدوا، ما غادي نقصوا. اليوم الجمهور كبير وكبير بزاف، والتنظيم ربما هذا الجمهور غلب على التنظيم. فباش توصل شابه ان الناس يشدوا راسهم يقولوا بانها ماتت، فهذه غادي يقول حسبي الله ونعم الوكيل. ما بغيتش نبين الصوره ديالها مراعاه للعائله ديالها، مراعاه لها هي، مراعاه لحقوق الانسان، بزاف الامور. فاللي كاين هو ان تم التدافع، رش الجماهير بالمياه من اجل التفرقه ديالهم، لان العدد كبير وكبير جدا. هناك اصابات في صفوف الجماهير، هناك اصابات في صفوف الجماهير، اصابات خطيره.